مصر كلها دايما بتدفع ثمن غالي لكوارث نادي الزمالك وفضايح المنتمين لنادي الزمالك. آخر فضيحة كانت للمخرج بتاع التلفزيون المصري أسامة الهواري، اللي أثناء إخراجه لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب كأس الكونفدرالية عمل كل أنواع الغش، كل أنواع الخداع والضلال، كل أنواع التعصب وهو بيخرج المباراة عشان يخفي جرائم وخطايا لاعب الزمالك وجرائم وخطايا الحكم والفيديو لصالح الزمالك، سواء البنى اللي ارتكبها حمزة المسلوسي في منتصف الشوط الثاني وما اتحسبتش، او طرد احمد ابو الفتوح في الشوط الاول وبرضه ما اتحسبش. الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد جرائم المخرج المصري اخذ موقف جبار واعلن النهارده استدعاء طاقم اخراج كامل من اسبانيا، مش مخرج اسباني، لا، طاقم اخراج كامل من اسبانيا على اعلى درجات المهنية والاحترافية والحياد لاخراج نهائي دوري الابطال يوم السبت 8 مساء من استاد القاهرة بين الاهلي والترجي التونسي. القرار اسعدني، مع ان القرار ادانة لمصر، لكن القرار اسعدني جدا لان المخرجين المصريين كلهم باستثناء واحد بس كلهم خدامين لنادي الزمالك واللي بيشغلوا نادي الزمالك، وكلهم عدائيين للاهلي. وعمرنا ما هننسى حادثة المخرج المصري بعد نهائي دوري الأبطال 2018 الأهلي والترجي اللي الأهلي فاز فيه 3-1 ونشر أزاره وهو بيقطع فانيلته. اللقطة ما كانتش في مشريط المباراة، لكن اللقطة لقاها المخرج في زاوية في كاميرا ما اتخدتش. المخرج راح جابها وحطها على السوشيال ميديا عشان يفرجها للاتحاد الافريقي اللي اوقف المغربي وليد ازارو وحرمه من مباراة الاياب الاهلي والترجي، والاهلي خسر. يوميها المخرج اتبرع في ايذاء الاهلي عشان يترقى في التلفزيون عند الخدامين بتوع نادي الزمالك. للاسف قدرنا ندفع ثمن اخطاء نادي الزمالك، للاسف قدرنا نشيل الطين اللي بيحطه نادي الزمالك.